النصر يحتاج لسعودي مع بيولي في الجهاز الفني. اقتراح مثير. النصر يحتج رسميا على موعد مواجهة الديربي ضد الهلال. فحص مالي لإدارات النصر السابقة. ماذا يحدث؟ مصدر سري يكشف انتقال محمد صلاح إلى دوري روشن يستبدل رونالدو. مفاجأة في استبعاد تاليسكا من مواجهة الوحدة. تتواصل الانتقادات والتعليقات المختلفة على أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، خاصة بعد وصول المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي. سعودي يدخل جهاز النصر الفني. وعلق الإعلامي محمد الدويش عبر برنامج ركلة حرة مشيرا إلى احتياجات النصر ونقاط ضعفه. وقال الدويش: الدفاع في النصر غير ثابت وأخطاؤه تتكرر ولا تعالج، وبايولي محتاج لسعودي في جهازه الفني. ويرغب قطاع واسع من جمهور النصر في دخول المدير الفني سعد الشهري ضمن أعضاء الجهاز الفني للعالمي خلال الفترة المقبلة. ويستعد الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر لمواجهة هامة في مشوار منافسته على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، عندما يواجه الوحدة ضمن مباريات الجولة الخامسة من البطولة. ويحتل نادي النصر المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 8 نقاط بعد تعثره في مباراة الرائد والأهلي، بينما فاز أمام الفيحاء والاتفاق. ويقود الفريق العاصمي مديرا فنيا جديدا خلفا للبرتغالي لويس كاسترو الذي تمت إقالته وتولى بدلا منه الإيطالي ستيفانو بيولي، حيث تواجد في مباراتي الاتفاق والحزم. تقترب مشاركة الفريق الأول لنادي النصر السعودي ضد خصمه الهلال ضمن منافسات دوري روشن لكرة القدم، والتي تقام يوم 31 من شهر أكتوبر المقبل. النصر يحتج على موعد مباراة الهلال، وحسب صحيفة الرياضية تقدم إدارة نادي النصر احتجاج رسمي خلال الأيام المقبلة بسبب ضغط المباريات. وينوي نادي النصر تقديم احتجاج ضد جدولة الفريق، حيث سيلعب أمام التعاون بكأس الملك بين يومي 28 أو 29 أكتوبر، بعدها ضد الهلال 31 من الشهر ذاته. النصر وسيطالب بتغيير موعد مباراة النصر ضد الهلال في دوري روشن إلى موعد آخر. ويستعد الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر لمواجهة هامة في مشوار منافسته على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، عندما يواجه الوحدة ضمن مباريات الجولة الخامسة من البطولة. ويحتل نادي النصر المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 8 نقاط بعد تعثره في مباراتي الرائد والأهلي، بينما فاز أمام الفيحاء والاتفاق. ويقود الفريق العاصمي مديرا فنيا جديدا خلفا للبرتغالي لويس كاسترو الذي تمت إقالته وتولى بدلا منه الإيطالي ستيفانو بيولي، حيث تواجد في مباراتي الاتفاق والحزم. يستمر الحديث بشأن كواليس الأوضاع الحالية داخل قلعة نادي النصر السعودي لكرة القدم خلال الفترة الجارية. فحص مالي داخل قلعة نادي النصر. ووفقا لبرنامج دورنا غير، إدارة نادي النصر تجري الآن تدقيقا ماليا حول ملفات الإدارات السابقة، والأيام القادمة ستشهد بيانا بهذا الموضوع. ولا يزال النصر لم يكشف أي تفاصيل بشأن هوية الرئيس الجديد بعد استقالة إبراهيم المهيدب من رئاسة الشركة غير الربحية. ويستعد الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر لمواجهة هامة في مشوار منافسته على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، عندما يواجه الوحدة ضمن مباريات الجولة الخامسة من البطولة. كشف نجم نادي أستون فيلا السابق جابرييل أجمون لاهور عن وجهة نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح في الموسم المقبل. محمد صلاح الوجه الجديد لدوري روشن. وتحدث جابرييل لشبكة توك سبورت، حيث أكد أن هناك مصدر بعينه قدر كشف له عن انتقال محمد صلاح في الموسم المقبل إلى المملكة العربية السعودية. ويؤكد المصدر أن محمد صلاح يلعب الموسم الأخير له مع ليفربول الإنجليزي هذا العام. ووفقا للمصدر سيحصل محمد صلاح على راتب أكبر من البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي. ويقول جابرييل: سيصبح محمد صلاح الوجه الجديد لكرة القدم في المملكة، لا يمكنك أن ترفض عرضا كهذا، بالإضافة إلى أن صلاح قد فعل كل شيء لليفربول. يستعد الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر لمواجهة هامة في مشوار منافسته على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، عندما يواجه الوحدة ضمن مباريات الجولة الخامسة من البطولة. مفاجأة كبرى من بيولي بشأن تاليسكا. ووفقا للإعلامي عبد العزيز العصيمي، يغيب بروزوفيتش عن المواجهة بداعي الإصابة. وبقرار فني
قرر ستيفانو بيولي المدير الفني الإيطالي لنادي النصر استبعاد البرازيلي أندرسون تاليسكا صانع ألعاب الفريق. الاتحاد يفقد نجمه قبل ساعات من مواجهة الخليج وكسر في وجه العبود. لوران بلان يجدد ثقته في صفقة الاتحاد الجديدة. مشادة عنيفة بسبب منافس الهلال في كأس الملك. كلاسيكو ضد الاتحاد ديربي مع النصر. الاتحاد ضد الخليج في دوري روشن. شطر موعد المباراة والقناة والتشكيل المتوقع. يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة الخليج ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن. الاتحاد يفقد نجمه بسبب الإصابة، وأعلن نادي الاتحاد بشكل رسمي عن إصابة لاعبه سعد الموسى بكدمة في القدم اليمنى والتي تعرض لها خلال اللقاء الماضي. وأظهرت الفحوصات الطبية عن وجود كسر في عظام الوجه ولا تستدعي التدخل الجراحي، وسيتم تحديد برنامج علاجي له. ويدخل نادي الاتحاد مباراة الغد ضد الخليج بمعنويات مرتفعة بعدما تمكن الفريق من التأهل إلى دور 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد الفوز على نادي العين في المباراة التي جمعت بينهم ب3 أهداف دون رد. يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة خصمه الخليج ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن. الاتحاد يدفع بنجمه الشاب ضد الخليج، ووفقا لصحيفة الرياضية يجدد ثقته المدير الفني الفرنسي لوران بلان في اللاعب الشاب ماريو ميتاي نجم نادي الاتحاد من خلال الدفع به في مواجهة الخليج بالدوري. المدرب الفرنسي يريد الدفع باللاعب بعد الأداء المميز الذي قدمه في مواجهة العين في بطولة كأس الملك، واستطاع ميتاي لفت الأنظار في تلك المواجهة، حيث يشارك اللاعب ضمن فئة الأجانب تحت السن من مواليد 2003. نشبت مشادة عنيفة بين الإعلاميين عبد الله فلاتو ومحمد الشيخ بسبب توقعات كل منهما لقرعة دور 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين. وتأهلت رسميا أندية: الهلال، النصر، الاتحاد، الشباب، التعاون، القادسية، الاتفاق، الطائي، الفيحاء، الوحدة، العربي، الجبلين، الرياض، الرائد، النجمة، الجندل. إلى الدور القادم من منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، مشادة بين منافس الهلال في كأس الملك. تمنى الإعلامي عبد الله فلاته أن تسفر قرعة دور 16 لكأس الملك عن ديربي ناري بين الهلال والنصر على أن يلعب الاتحاد ضد أحد أندية دوري يلو. وجاء توقع الإعلامي محمد الشيخ وأمنيته أن يلعب الهلال ضد الاتحاد لمزيد من الإثارة والأكشن في البطولة، ليثير غضب فلاته في برنامج أكشن مع وليد. وقال الشيخ أنه قياسا بالمباريات الثمانية الأخيرة بين الهلال والاتحاد أصبح العبور عن طريق العميد ممرا سهلا، ليرد عليه فلاته سريعا أن تصريحات دائما تحمل تقليلا وإسقاطات على ناد كبير. وأضاف أن تصريحات محمد الشيخ ستزيد من الكراهية تجاه الهلال بين الجماهير. يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لخوض مباراة غاية في القوة مساء غدا الجمعة أمام نادي الخليج ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الكروي. موعد مباراة الاتحاد ضد الخليج في دوري روشن يستضيف ملعب الجوهرة المشعة غدا الجمعة الموافق 27 سبتمبر. المباراة التي تجمع بين الاتحاد ضد الخليج في الجولة الخامسة، حيث ينطلق اللقاء في الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، والساعة 10 مساء بتوقيت أبو ظبي. يمكن للمتابعين مشاهدة المباراة النارية التي تجمع بين الاتحاد ضد الخليج ضمن منافسات دوري روشن على مجموعة قنوات SSC، والتي تنقل اللقاء بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تشكيل الاتحاد المتوقع ضد الخليج في دوري روشن: من المتوقع أن يبدأ الفرنسي لوران بلان المدير الفني لنادي الاتحاد مباراة فريقه ضد الخليج ضمن منافسات دوري روشن السعودي كالآتي: في حراسة المرمى رايكوفيتش، في خط الدفاع فواز الصقور، فابينيو، سعد الموسى، حسن كادش، في خط الوسط نجولو كانتي، حسام عوار، ميتاج، في خط الهجوم موسى ديابي، كريم بنزيما، ستيفن بيرجيون.
بعد تهديد مشاركة الهلال في كأس العالم 2025 تحركات من فيفا لإنقاذ البطولة. نزلة معوية تهدد مشاركة ثنائي الهلال أمام الخلود في دوري روشن. نيمار ورحلته مع الهلال. استمرار نجم البرازيل محل شك. نجم الهلال يعود إلى التدريبات الجماعية ويقترب من المشاركة. يستمر الحديث بشأن مستقبل بطولة كأس العالم للأندية 2025، حيث يمثل الهلال المملكة العربية السعودية في النسخة الأولى من النظام الجديد للبطولة بمشاركة 32 فريقاً. فيفا يتحرك لإنقاذ بطولة كأس العالم 2025، وكتب الإعلامي نواف العقيل عبر حسابه الشخصي على منصة إكس مشيراً إلى التطورات الجديدة بعد تهديد البطولة بالإلغاء بسبب غياب الرعاة وطلبات القنوات لبث البطولة. وعلق القيل: المدن التي ستستضيف كأس العالم من الأندية 2025 في أمريكا هي باسادينا وسياتل وأتلانتا وأورلاندو وميامي وفيلادلفيا ونيوجيرسي. الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قد يمول جوائز البطولة في نسختها الأولى للاستثمار. الرعاية والنقل التلفزيوني سيتضح نهاية الشهر المقبل. الاتحاد الدولي لكرة القدم لن يتراجع عن إقامة البطولة بسبب أهميتها في خطة الاتحاد الاستراتيجية لدخول عالم أندية كرة القدم. هناك محاولات ضغط أوروبية مستمرة لشيطنة البطولة لأهداف تتعلق بالسيطرة والهيمنة على كرة القدم الخاصة بالأندية. يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة خصمه الخلود يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن. وأعلن نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على منصة إكس عن تعرض كل من محمد العويس والصربي ميلانكوفيتش سافيتش إلى إصابة بنزلة معوية خلال الساعات الماضية. وكشف النادي عن جاهزية حسان تنبكتي بعد مشاركته في التدريبات الجماعية، حيث أنهى برنامجه التأهيلي. ويلعب الهلال ضد الخلود ضمن منافسات الجولة الخامسة يوم السبت المقبل في تمام 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة. ويحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب دوري روشن لكرة القدم برصيد 12 نقطة بفارق 3 نقاط عن أقرب الملاحقين. يستمر الحديث بشأن مستقبل اللاعب البرازيلي نيمار جونيور نجم نادي الهلال السعودي لكرة القدم المصاب والبعيد حاليا عن المشاركة. الهلال يجمد التجديد مع نيمار. ووفقا لصحيفة الشرق الأوسط، إدارة الهلال لم تبدأ حتى الآن في مناقشة تجديد عقد نيمار الذي ينتهي بعد نهاية كأس العالم للأندية. وتشير التقارير السابقة إلى امتلاك نادي الهلال لبند في عقد نيمار يحق للزعيم تمديد التعاقد لموسم إضافي. ويغيب نيمار عن الملاعب بسبب إصابة طويلة تعرض لها في العام الماضي، بينما من المتوقع أن يعود نيمار إلى الملاعب في شهر نوفمبر المقبل. يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي لمواجهة الخلود ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن. نجم الهلال يعود إلى التدريبات، ووفقا للإعلامي معن القويعي يعود الظهير الأيسر متعب الحربي إلى تدريبات الفريق الجماعية لنادي الهلال. وينتظر متعب الحربي مشاركته الأولى مع الهلال، حيث تعرض اللاعب للإصابة مع المنتخب الوطني السعودي في التوقف الدولي الماضي. ويلعب الهلال ضد الخلود ضمن منافسات الجولة الخامسة يوم السبت المقبل في تمام 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة